كابتن خالد أبو كويك، القيمة التدريبية في فلسطين، كيف تقرؤون اليوم عودة نشاط رياضي من وسط ألم، من وسط ركام، تنهض أو ينهض الشباب الفلسطيني ليرسل رسالة للعالم أننا ثابتون ومتواجدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني رغم الآلام ورغم الجراح، رغم ما تعرض له شعبنا من دمار في البنى التحتية، من ملاعبنا، من مؤسساتنا الرياضية، إلا أنه شعبنا يأبى دائما أن يكون حاضر على المستوى الرياضي. وها هو اليوم يتجسد هذا النهوض من تحت الركام من نادي اتحاد دير البلح بتنظيم هذا المهرجان الرياضي الذي يشارك فيه كوكبة من النجوم الرياضيين وكوكبة من الكوادر الرياضية، ليثبتوا للعالم بأن شعبنا رغم كل ما يعانيه ورغم كل الدمار الذي أحل به لابد أن الرياضة تعود في قطاعنا الحبيب، ولا بد أن أشبالنا وناشئين ورياضيين يكون لهم دور بارز في النهوض على مستوى الحركة الرياضية إن شاء الله. كيف قرأتم التضامن الأوروبي مع القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد يعني حجم الدمار الذي أحل بنا استدعى أن يكون هنالك تضامن، سواء على صعيد يعني الشخصيات الرياضية أو المدربين العالميين، أمثال مدرب نادي مانشستر سيتي جوارديولا في موقفه التضامن مع شعبنا الفلسطيني. فهذا طبعا إنجاز كبير إلى رياضيينا ورياضتنا الفلسطينية. وأيضا رأينا تضامن الأندية الأوروبية والدخلات من قبل الأندية الأوروبية لرفع العلم الفلسطيني ولما حل بنا من دمار على مستوى رياضتنا وعلى مستوى قتل أبنائنا الرياضيين وشهدائنا من أمثال استمال العبيد ومحمد السطري والقائمة تطول والحواجري وأمثال كل الرياضيين الذين تم تصفيتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فهذا طبعا رسالة أن الاحتلال يعني يريد أن يدمر الرياضة، لكن شعبنا يأبى إلا أن يكون له دور في إعادة الحياة إلى دورها الرياضي والطبيعي إن شاء الله في المستقبل القريب. كابتن، ربما شاهدنا وأنت مدرب، ذكرت بيبي جوارديولا، أيضا هناك المدرب المنتخب الإيطالي جاتوزو، كان هناك مشرف وقال لو أن لي القرار لما أقف أو ألعب مع المنتخب الكيان الصهيوني. كل التحية لأخوة المدرب الإيطالي وللدور الإيطالي في يعني تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومع قضية فلسطين. فهذا كان واضح أيضا في دور يعني بالتأكيد نفتخر به نحن كفلسطينيين، وتضامن يعني نشعر به حقيقة من قبل الجميع. وها هو يتجسد في أنه لابد أن تعود الرياضة إلى وضعها الطبيعي وأن تعود حركتنا الرياضية إلى مستواها الطبيعي إن شاء الله. بالمنطق والعقل ممكن أن تعود الرياضة الفلسطينية من جديد بعزيمة الشعب الفلسطيني وبعزيمة القيادات الرياضية، ويعني مش أول مرة نتعرض لهذا الموضوع. شعبنا يأبى دائما إلا أن ينهض من جديد، وإن شاء الله سيكون حتى لو على ملاعب ترابية. وأكيد يعني سواء ملاعب ترابية، وفي المستقبل القريب سنعيد بناء مؤسساتنا الرياضية وملاعبنا الرياضية، وسيكون لنا دور إن شاء الله. ولاحظنا هذا أيضا رغم كل ما أحل بنا من دمار، لاحظنا يعني نتائجنا كمنتخب فلسطين وعروضنا التي كانت يعني لم يحالفنا الحظ في الوصول إلى التصفيات، لكن ظلمنا، لكن رغم ذلك كان لنا دور بارز وواضح ورفعنا العلم الفلسطيني واستطعنا أن نمثل خير تمثيل من خلال منتخبنا الفلسطيني في المحافل الدولية والعالمية.